السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح الرزق، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناة وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نعمل مع بعض وصفة بسيطة ووصفة مختلفة جدا برغم الغلا والكوى اللي احنا فيه دلوقتي، وان الناس خلاص الناس ما عادتش عارفة اصلا هتكمل بقية الأيام إزاي أو هتكمل بقية الشهر إزاي، وخصوصًا لمّا ييجي الشهر وأنتِ ما أنتيش عارفة أنتِ هتشتري إيه الشهر ده. طب ده هتكفّي، طب الفراخ هنجيبها هتكفّي، طب هنعمل إيه، طب لمّا الفراخ تخلص أو اللحمة. أنا بقى جاية لكم بسر حلو جدًا، جدًا، وهيوفّر معاكِ، وكمان هتعتمديها إن كل شهر لازم تعمليها، وخصوصًا لو أنتِ معاكيش فلوس وهي تكون موجودة عندِك في الفريزر. هتعملي إيه النهارده؟ هنعمل مع بعض كفتة برغل أو كفتة الغلابة أو كفتة لحمة. هنعملها بطريقة سهلة جدًا، جدًا، خصوصًا هي تنفع للأفراح، تنفع للعزومات، تنفع لو عندِك مناسبة وعايزة حاجة بسيطة وحاجة اقتصادية عشان ما تكونش مكلفة. طب كفتة البرغل دي مش مكلفة إزاي يا أم جنى؟ هي مش كفتة البرغل دي بتتعمل بلحم؟ بتتعمل بلحم بس في فرق. لو أنتِ جيتِ عملتِ كفتة عادية بتحطي لها بصل وتحطي لها شوية حاجات وتخلص في ساعتها، لكن اللحمة بنزود لها برغل عشان تعمل كمية، عشان تفرط كمية. يعني إيه؟ يعني مثلًا لو عندي كيلو لحمة مفرومة هيكون عليه كيلو إلا ربع من البرغل. الكيلو إلا ربع ده هيعمل معاكِ من كيلو كفتة برغل هيعمل معاكِ 2 كيلو. يعني شوفي أنتِ هتوفّري قد إيه، وكمان تقدري إن أنتِ تكيّسيها ومثلًا كل أسبوع تطلّعي منها، بخصوصًا إن إحنا ما نحرمش أولادنا من اللحمة أو من الفراخ، برغم كده كمان إن إحنا هندخّل لهم زي بروتين، لإن الأيام دي كلّها خلاص إحنا عايزين نوفّر على قد ما نقدر بحاجة بسيطة. عايزين نعمل يعني نعمل كمية بس بحاجة بسيطة، وبرغم الغلا مش عايزين نصرف برضه كتير عشان نقدر نكمّل بقية الشهر. تمام. أول حاجة أنا رُحت عند العطار جِبت برغل، في برغل ناعم وفي برغل خِشن. الأفضل عشان تجيبيه خلّي البرغل الخِشن. طب ليه بافضّل البرغل الخِشن؟ لإن لو أنتِ جبتِ البرغل الخِشن هتقدري إن أنتِ تنقّيه عشان بيكون فيه رمل وبيكون فيه طوب، لكن لو البرغل الناعم هيغلّبِك وممكن تفضلي تنقّي فيه وممكن عينِك فيه حاجات ما تكونش شايفاها مثلًا من الطوب أو الرمل، فالأفضل جيبي الخِشن. تمام. أنا وريتكم ده ووريتكم ده. شوية صغيّرين اللي أنتم شايفينهم من البرغل دي أحسن نوع إن أنتِ تجيبيه من الخِشن، لكن الناعم بصراحة غلّبني، وكمان طلعت في الصالة وجبت المنخل وقعدت أنخله عشان بيكون فيه رمل. تمام. نقيته كويس وبعد كده حطيته كده بقى في طبق بلاستيك وفضلت أغسل فيه لمدة 5 مرات. إيه، تدعكيه برضه بإيدِك كده كأنِّك بتدعكي رز عشان لو في رمل في أي حاجة لحد ما تحسي إن المَيّة بتاعته راقت وبقت نضيفة وبقت بيضا. تمام. أنا بلّيت بقى البرغل ده أنا بلّيته قبلها بيوم. إيه، يعني مثلًا أنا خلاص يعني شوية وداخلة أنام، عندي البرغل أقوم رايحة منقياه ومضبّطاه وبعد كده غسلته وبعد كده سِبته في الطبق في المَيّة وسِبته لتاني يوم. طب في ناس هتقول لي طب أنا لو أنا عايزة أعملها في نفس اليوم يا أم جنى ينفع؟ ينفع، بس إيه أحسن حاجة بالله قبلها ب5، 6 ساعات عشان ياخد راحته في المَيّة. تيجي تفرميها يكون سهل عليكِ ويتفرم معاكِ بكل سهولة، لإن أنتِ لو ما سِبتوش إن هو يتنقع في المَيّة شوية حلوين وجيتِ فرمتيه وبعد كده صبّعتيها وبعد كده قلعتيها وجيتِ تاكليها تحسي إن في حاجة نيّة تحت بوقِك أو حاجة جامدة تحت بوقِك، هو ده البرغل. تمام. خلاص بقى أنا كده غسلته وخلاص المَيّة معايا راقت، هاسيبه بقى لتاني يوم. بعد ما صحينا بقى تاني يوم وبعد كده حطيته في المصفى اتصفى المَيّة خالص ما يبقاش فيه ولا نقطة مَيّة، لإن لو فيها نسبة مَيّة هيفُك منِّك في الزيت. تمام. وهتكون كمان مرقة مش هتعرفي إن أنتِ تصبّعيها. أول حاجة بقى نقول مقاديرنا مع بعض. عندي ربع كوباية من الكزبرة الناشفة، عندي كمان بصلتين متوسطين و6 فصوص من التوم، عندي التوابل بتاعتي كل حاجة معلقة صغيرة بابريكا، 7 بهارات، ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بهارات لحمة وفلفل أسود. تمام. وعندي كمان بقى حتة اللحمة، شايفين حتة اللحمة دي تحس أصلًا إن هي أصلًا ما تجيش كيلو. تمام. يعني حتة صغيرة هتعمل معانا وهتفرط معانا كمية محترمة واقتصادية. حتة اللحمة المفرومة قد إيه اللي يشوفها يقول ما تجيش كيلو والله، بس إحنا عايزين يعني إيه حاجة بسيطة وعايزين كمان نوفّر. في ناس هتقول لأ، ممكن تقول لي يا أم جنى هو إحنا أمّا نعمل ده كله
طعم اللحمه هيبان فيها، او اللحمه اصلا هيكون باين، بس بصراحه مش هيكون باين كتير، بس هيكون في نسبه لحمه في الكفته. تمام. حطيت بقى كده كل حاجه، وقطعت بقى البصله كده زي ما انتم شايفين، وهاخد بقى الحلويات والجمال والظبطات دي كلها، ونروح فين؟ هنروح نفرمها. هنفرمها فين يا ام جنى؟ هاخدكم معايا ونروح نفرمها عند واحد اللي هو بيفرم فيه اللحمه، او بنفرم عند الكفته، الرز، الحاجات دي يعني. تمام. رحت بقى كده عنده واديتها له بقى، فرمها لي مرتين. كل ما يفرمها مرتين كل ما هتكون ناعمه معايا وهتكون حلوه. يعني لما تروحي تفرميها عند حد قول افرمها لي وشين. تمام. زي ما انا بقول لكم كده، لو انت عندك الكبه ممكن هتفرمها، بس زي ما انا بقول لك لو عندك كبه وعايزاها تطلع معاكي حلوه، خليها تاخد راحتها في الميه، يعني يتنقع نقعه محترمه عشان اما تيجي تفرميه ما يغلبكيش. تمام. دي بقى كانت تاني فرمه بقى الراجل يفرمها لي، واخدها بقى ونروح فين بقى؟ ونطير على البيت. خلاص كده رجعنا تاني. هنا بقى بعد ما بعد ما فرمها، شايفين بقى تحس ان كمية اللحمة كتير فيها، شايفين لون اللحمة قد ايه فيها. وبعد كده بقى هبتدي ان انا احط بقى اظبطها من الملح. طب انت يا ام جنى، ما انت حطيتي في التوابل الملح، ما لما انا رحت فرمتها حسيت ان هي لسه عايزة شوية من الملح، فقمت رايحة جايبة برطمان الملح وكمان ظبطتها، وادت لها كده تقلبتين. شايفين بقى كده انا عايزة اطلع الخيوط اللي فيها اهي، عايزه اوريها لكم. الخيوط اللي فيها دي بتخليها متماسكه وبتخليها معايا حلوه اهي، شايفين. وكمان جت ان انا اصبعها بايدي، اتصبعت معايا. وكمان طلعت معايا بقى لمده كده ربع ساعه في التلاجة، عشان التوابل والحاجات الحلوه دي ياخدوا كده مع بعض ويشدوا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. تمام. خلاص بقى كده جبت بقى بعد كده ربع ساعه، جبت طبق كده وهحط فيه الحته اللي انا هستخدمها على قد الغدا، والجزء الكبير اللي في الطبق البلاستيك انا هكيسه وهفرزه واعينه. تمام. عشان يبقى عندي كفته مثلا جاهزه، يا دوب يا دوب ان انا اطلعها واصبعها وعلى التحمير. تمام. رحت بقى كمان جبت كده اكياس تلاجة. الاكياس دي اللي هي الرفيعه اللي هي بتاعه الفول. التلاجة فيه 3 احجام مختلفه، في ربع وفي نص وفي كيلو. انا حبيت ان انا اجيب الربع ليه؟ عشان احس ان انا عامله كميه كتير، لان لو جبت النص او جبت الكيلو زي ما انا بقول لكم كده، ان جبت الكيلو او جبت النص من الاكياس هتاخد اللحمه كلها وتسحبها، واحس ان انا مش عامله كميه لحمه كتير. فانا بحب ان انا اخد مثلا ان انا اجيب اكياس الربع واعملهم كده، واملي الكيس، واحس ان في نفس الوقت ان الكيس يملى العين، الكيس فيه كتير. تمام. بدأت بقى كده ان انا خلاص اعبهم بقى في الاكياس. وبعد بقى ما عبيتهم بقى وظبطتهم، هعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا كده احطهم على الرخامه، وابتدي ان انا هفضي الهواء منهم زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى لو لقيت مثلا كيس زياده عن الكيس، باخد من الكيس الزياده على الكيس اللي ناقص، وابتدي ان انا بقى اوزع كده وافرد بصوابع ايدي اهو زي ما انتم شايفين كده، واطلع بقى الهواء. تمام. طب لو انا ما طلعتش الهواء، هيخش الهواء وهتيجي تحطيه في الفريزر وتيجي تستخدميه، هتحسي ان طعم الكفته متغير. فحاول على قد ما تقدري ان انت تفضي الهواء خالص، عشان لما تيجي تستخدمي الكيس تحس ان انت لسه فرماها وما دخلهاش هواء، او طعمها اتغير في الفريزر. تمام. بعد كده ما فردتهم بقى، بدات ان انا بقى اربطهم بقى كويس، ربطتهم بقى كده كويس. عملوا لي بقى الكميه دي، عملت لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 5 اكياس من الكفته، حوالي الكيس نص كيلو. لو انت حسبتيها هتلاقي 2.5 من الكفته، وخصوصا غير اللي في الطبق اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. وكمان يعني من كيلو لحمه عملنا كميه كفته محترمه. تشبلقي بقى كده وتظبطي نفسك وتغذي عيالك اكيد. يعني خلاص، يعني ان ما مثلا لحمه غاليه مش هندي لعيالنا بروتين، او مش هناكلهم بروتين، لا، بابسط الحاجات ممكن ان انت توفري وتدبري. ممكن كمان تجيبي ان انت تجيبي مثلا صدر فرخه وتحطي فيه شويه حاجات كده وتظبطيه وتفرميه، وهيطلع برده معاكي اكله، وتطلع معاكي حاجه بسيطه وحاجه اقتصاديه. وبرغم برده عيالنا ان احنا ما حرمناهمش برده من الفراخ، وادخلنا لهم كمان بروتين. تمام. جبت بقى كده الكفته بتاعتنا، حطيت برده عليها، زودت بقى. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. الكفته بقى اللي انا كيستها او فرستها معاكم ده، انا ادخلها الفريزر، واما اجي مثلا اطلعها عشان مثلا اعملها اصبحها واحمرها، هحط عليها بقى توابل تانية. هي هتحطي توم باودر، وهتحطي كمان بصل باودر، وهتشوفي الملح بتاعها، لو احتاجت هتحطي وما احتاجتش مش هتحطي.
وكمان ممكن تحطي فيها بيضه بتطعمها جدا جدا وتخلي طعمها تحفه. بس انا في الوقت ده ما كانش عندي بيض، وكان ساعتها بصراحه ما كانش في حد هنا ينزل يجيب لي بيض، فقلت يلا بقى ايه مش مشكله، ايه الجيش بيقول اتصرف، لو ما فيش بيض يعني الدنيا مش هتمشي او مش هناكل كفته، لا هناكل، فيلا بقى ما فيش مشكله. صبعتها بقى وظبطت وكده، قمت رايحه بقى جبت الطاسه بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي، فيها بقى شويه من الزيت، وبعد ما الزيت سخن قمت معليه بقى النار وحطيت بقى الكفته. بعد كده ما حطيت الكفته كلها والنار عاليه، هقوم رايحه بقى ايه موطيه خالص واسيب لحد ما الكفته ايه تستوي. طب في ناس هتقول لي يا ام جنى هو انت هتعملي كفته بس مش هتاكلي معاها حاجه؟ لا، انا عامله معاها مكرونه حمراء وعملتها معاكم كذا مره، فما حبيتش برضو ان انا ايه اصورها لكم. انا بحب ان انا اختصر وبحب كل الجديد اوريه لكم، لكن اللي احنا عارفينه ده او اللي انا صورته معاكم قبل كده ما بحبش ان انا ايه ان انا اوريه لكم، لانه عارفينه كذا مره ومصورناه كذا مره وعارفين ايه الطريقه. هنا كنت بوريكم بقى المكرونه، شايفين بقى اللون والجمال والحلاوه دي. وهنا بقى خلاص الكفته معايا بقى احمرت بقى من تحت، بدات بقى ان انا ايه اقلبها على الوش التاني. عايزه اقول لكم الكفته ولا اتفتحت معايا كمان، هي ممكن تكون كشت حاجه بسيطه، بس طول ما في حاجه فيها لحمه او كفته فيها لحمه لازم يكون فيها نسبه ان هي تكش، تمام؟ بس ما كشتش اللي هي، لا هي لازم تكش حاجه بسيطه عشان فيها لحمه وفيها كمان ماده دهن. ان انا بقى بقلبها بالراحه كده زي ما انتم شايفين كده، وبتتقلب معايا بكل سهوله، ولا اتهرت ولا كمان فصلت عن بعض، ولا كمان ان هي فتحت، لا، زي ما احنا حطينا زي ما انا بقول لكم في الزيت طلعت معانا. هنا بقى كده ببتدي ان انا اجيب بقى الطبق، وهجيب كده كمان ايه شويه بقى من خضره المحشي عشان نحس ان احنا بناكل كفته ايه ولا في الاحلام. عايزه اقول لكم هي اكله بسيطه، اكله شعبيه، اكله اقتصاديه، عشان الغلا وعشان نقدر ان احنا نوفر، يعني بابسط الامور بابسط الحاجات نقدر ان احنا نكمل بقيه ايامنا ونكمل بقيه حياتنا، عشان خاطر الايام دي مش عايزه غير ان احنا نوفر وندبر. يعني الحمد لله. جبت بقى كده صباع من الكفته ووريته لكم، شايفين بقى الجمال، شايفين بقى شكلها من جوه مفرغ لونها، شايفين بقى لونها كده بني، تحس ان اصلا كلها لحمه ما فيهاش برغل. هفتحها كمان برضو من النص كده واوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. بس اهم حاجه اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. بقى كده الكفته من جوه لونها عامل ازاي، تحفه ومفرغه ومستويه، نبذه كده عرفتها من الفيديو النهارده. دي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم حتى لو معلومه بسيطه. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام.